السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة احنا هنعمل فكرة غدا جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. الفكرة بتاعتنا النهاردة مكونة من 3 اطباق، والثلاث اطباق مختلفين عن بعض، ولكن هنعملهم بتتبيلة واحدة وهتخلي طعمهم جميل جدا. النهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا وشيق وفي افكار حلوه قوي. تابعوا الفيديو للاخر حبايب قلبي علشان خاطر تستفيدوا منه. واللايك يا حبايب قلبي، ما تنسوش تضغطوا لنا لايك للفيديو، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. حبايب قلبي تعالوا بينا نصلي على الرسول ونستغفر كده مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سيد الخلق وشفيع يوم الدين. حبيبي يا رسول الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلمات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف ايه مكونات الغدا بتاعنا النهاردة وعملناه ازاي. حبايب قلبي، انا معايا هنا قرنبيط. القرنبيط ده انا كنت مفرزاه في الفريزر، طلعت طبق كده مقطعاه طبعا بالشكل ده. لو انت عايزه تقطعيه اصغر من كده ده بترجع ليك انت. وكمان معايا بطاطس، قشرت 3 بطاطسيات حلوين كده وقشرتهم وغسلتهم، وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. وكمان بصلتين حلوين كده متوسطين، قطعت واحده حلقات وخليت التانية عشان اقطعها معاكم. بصوا هتبقى بالحجم ده، بصلتين متوسطين كده حلوين، ما يكونش صغير حبايب قلبي، علشان هنعمل النهارده بيه حاجه حلوه قوي اسمها حلقات البصل المتبله. حلقات البصل المتبله دي تحفه جميله جدا على فكره، بتتباع في السوبر ماركت متبله جاهزه كده، بس بتبقى سعرها غالي جدا. احنا النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا وبكل مكوناتها وحاجات موجوده عندنا في كل بيت. بصوا حبايب قلبي، انا هنا بقطع كده البصل بالشكل ده كده. قطعي البصل بتاعك حلقات بالشكل ده، حلقات متوسطة، ما تقطعهاش رفيعة قوي علشان خاطر ما تنشفش منك في الزيت، عشان احنا هنقليها فما تنشفش منك في الزيت وتبقى مرة. لا خليها متوسطة، هتبقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده كان جميل جدا وشيق بالنسبه لي، ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم ويبقى شيق بالنسبه لكم. الفكره بتاعت الغدا النهارده جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. انا حاسه ان هي هتعجبكم النهارده، وهتقوموا على طول تقوموا عاملين نفس الفكرة بتاعتي. تعالوا بقى للبطاطس ونشوف طريقتها هتكون عاملة ازاي. انا هجيب البطاطس بتاعتي وهقشرها واغسلها بالشكل ده واقطعها كده بالورب، شايفين؟ بالشكل ده كده. انا ليه قطعتها بالطريقة دي؟ علشان انا النهارده هعملها بطاطس بانيه، فعلشان تكون على شكل البانيه كده فاقطعها بالطريقة دي. عملتها معاكم قبل كده في فيديو منفصل، بس كنت عاملاها بالكريسبي، الكريسبي الكنتاكي اللي هو الأصفر. بس المرة دي احنا نعملها بحاجة تانية جميلة جدا برضه هتعجبكم، بحيث ان انا وصفتي النهاردة هعملها كلها بتتبيلة واحدة وبكفر واحد، بحيث ان انا اوفر في التتبيلة وكمان اديكم الافكار وانتوا تنفذوها. ممكن تنفذوها كل طبق منفصل لوحده، مش شرط ان انتوا تعملوا ال3 اطباق بتوعي في نفس الفيديو. انت ممكن تعملي البطاطس لوحدها، وممكن تعملي القرنبيط لوحده والبصل لوحده، فممكن تنفذيها بنفس الطريقة بس كل طبق منفصل على حدة. انا كده قطعت البطاطس، قطعتها بالسمك دوت، ما تكونش ارق من كده ولا اعرض من كده، علشان خاطر احنا هنسلقها وما تتهريش منك في المية. معايا هنا مية سخنة بتغلي على النار، حطيت فيها معلقة ملح كبيرة، وهبدأ انزل بقى كده بالبطاطس بتاعتي. البطاطس مش هتقعد كتير على البوتاجاز، من دقيقتين ل3 دقايق بالظبط، وما تسيش عنها عشان خاطر ما تتهريش منك. انا عايزه البطاطس يعتبر مستويه 3/4 سوا، مش عايزاها مستويه سوا كامل. نيجي بقى للكفر الداخلي او العجينه اللي انا هعملها. هعمل هنا كوبايتين دقيق وعليهم معلقتين كبار من النشا وبيضايه، معايا ملح وتوم باودر وبابريكا وكمون وشطه وكركم. هنا انا حاطه من كل حاجه معلقه صغيره. انت بقى ظبطي الملح بتاعك وانت بتقلبيها، انا عن نفسي ظبطت الملح بتاعي. هقلب بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها اللي هي التوابل على الدقيق، وهنزل بالميه حبه حبه.
مش هنزل طبعا بالمية كلها مرة واحدة علشان خاطر العجينة بتاعتي ما تبص مني وارجع احط دقيق وما تكونش مظبوطة. قلبي بقى العجينة بتاعتك، ومعايا كمان كوباية مية هنزل بنصها علشان افكك الدقيق. هنقلب بقى واحدة واحدة كده علشان نفكك الدقيق من بعضه. هنيجي بقى في المرحلة دي بعد ما فككت الدقيق شوية هنزل بالبضاية وهضربها كويس جدا مع العجينة. ممكن لو انت عايزة تزودي بتزودي، بس انا اكتفيت ببضاية على كوبايتين دقيق. نيجي بقى للكفر الخارجي. بصوا اول حاجة هنا معايا العجينة، بصوا جميلة ازاي. انا عايزاها شبه عجينة البانكيك او عجينة الكيكة بس خفيفة شوية. معايا بقى الكفر الخارجي، معايا فيجيتار حار. من كل حاجة كوباية فيجيتار حار، ده بنجيبه ساب من عند العطار، وكوباية فيجيتار بارد، وكوباية بقسماط، وكوباية دقيق ذرة ده اللي احنا بنعمل بيه البسيسة، ونص كوباية نشا. التتبيلة دي حبايب قلبي انا بحتفظ بيها على طول عندي في التلاجة في البرطمان او في علبة، وقت ما بعوز باخد منها وبسحب منها على طول. جربوها هتعجبكم ان شاء الله، موفرة جدا وبتكون عندك في التلاجة لأي حاجة انت محتاجاها. تعالوا مع بعض بقى نشوف احنا هنتبل المكونات بتاعتنا ازاي. انا بنزل هنا بالبطاطس بتاعتي في العجينة اللي انا عملتها، وبغلفها كده بالكفر الخارجي اللي هو البقسماط والفيجيتار. قلبيها كده كويس جدا، بصوا بالشكل ده كده، وبالراحة على البطاطس علشان خاطر ما تتقسمش منك وانت بتتبليها. انا هنا واحدة اتقسمت مني. هنتبل البطاطس بالراحة خالص. وكمان هنزل بالبصل بتاعي برضو في العجينة، بس هنا البصل بتاعي بعد ما نزلت بيه في العجينة وطلعته كده على الفيجيتار هتبله بالفيجيتار أول مرة، وهرجع أدخله تاني على العجينة علشان يديني كفر سميك شوية، ويديني قرمشة زي اللي احنا بنشتريه من بره في المحلات. بنزل في العجينة وبرجع احطها في الكفر، وارجع بيها تاني في العجينة واتبلها تاني في الكفر علشان خاطر تديني سمك حلو كده زي الايه اللي احنا بنشوفه بره. وكذلك اللي احنا عملناه مع البطاطس ومع البصل هنعمله مع القرنبيط. بس عايزة اقول لكم بقى القرنبيط بالتتبيلة دي طعمه في منتهى الجمال. طعمه جميل جدا جدا جدا. اللي ما بياكلش عندك القرنبيط هياكله ويطلبه منك على طول. جربي الطريقة دي هتعجبك ان شاء الله. وبكده حبايب قلبي انا خلاص غلفت وتبلت كل الاطباق بتاعتي، البطاطس والبصل والقرنبيط. وتعالوا بقى على الزيت علشان نقلي حاجة حاجة. بصوا حبايب قلبي معايا هنا البطاطس انا حطيت واحدة كده علشان اختبرها واشوف الزيت سخن ولا لسه. هنزل بقى بكمية البطاطس في الطاسة بتاعتي، والزيت بتاعي نضيف. الزيت بتاعي نضيف، وهنزل بقى كده بكمية البطاطس، وبعد ما تتقلي هطلعها كده وهتكون بالشكل الجميل ده. خلصت البطاطس وهقلي كمية البصل بتاعتي بالشكل ده. وبكده خلاص قليت القرنبيط وقليت البطاطس وقليت البصل، فاضل كده القرنبيط. شايفين البصل شكله جميل ازاي وطعمه كان تحفة ومقرمش وجميل جدا. هنزل بقى بالقرنبيط كده بالشكل ده. وخلاص كده خلصت كمية القرنبيط بتاعتي وهطلعها برضو في الأطباق. وبكده حبايب قلبي خلاص خلصنا الغدا بتاعنا النهارده، الثلاث اطباق الاحلى من بعض. القرنبيط كان طعمه تحفه ومقرمش وطعمه جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه دي يعجبكم جدا. وحلقات البصل المتبله خلاص انا قليتها وبقت مقرمشه، بصوا جميله جدا عجبتني قوي قوي. وكمان عملت البطاطس البانيه شكلها تحفه وطعمها احلى واحلى. وقطعنا جنبها كمان طماطم وخيار. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اللايك يا حبايب قلبي، اللايك بيدعم الفيديو بيوصلوا لاكبر عدد من المشاهدين. اتمنى ان انتوا تجربوا طريقتي النهارده، ولو عجبتكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. استودعكم في رعايه الله وامنه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.